لان يا جماعه الكتاب ده والله العظيم جايب منه فوق الخمس اسئله بالنص من امتحان اخر السنه، فلازم تجيبه بالذات ده. ازاي تراجع الانجليزي؟ لو انت لسه ما جمعتش المنهج في الانجليزي او لسه ما بداتهوش او حاسس ان الماده دي كبيره ومش عارف تجمعها ازاي، الفيديو ده هيلم لك الدنيا دي كلها. هعرفك بص يا جماعه طريقه فرقت معايا جدا وانا كنت في ثالثه ثانوي. بعد ربنا الطريقه ده كان الفضل ان انا عرفت اقفل ماده الانجليزي، مع ان كان مستواي مش اللي هو برضك في الانجليزي قوي، لكن الحمد لله عرفت اقفلها. والحمد لله جبت من الثالثه ثانوي 96%، والحمد لله دخلت طب بشري. فانا عاوزك تراهن على الفيديو ده تسمعه لاخر دقيقه. لو انت صفر في الانجليزي او حتى مجمع المنهج قوي، الطريقه دي هتعلي الليفل بتاعك جامد. عايزك كده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والكومنت بتاعك الجميل، وعايزك تشير الفيديو لاصحابك، لان بجد لو حد من اصحابك احتاج الفيديو ده وانت بعته له واستفاد منه ربنا يكرمك في اخر السنه. تمام، احنا هنا عيله مع بعض. لو عندك اي سؤال اسالني في الكومنتات، وكمل الفيديو للاخر. لو في نقطه مش عاجباك في الكلام اللي انا قلته او اللي انا هقوله، ممكن تسمعه لاخر دقيقه، صدقني انت هتفهم وهربط لك الدنيا دي كلها. وعذرا الساعه دلوقتي تقريبا 6 الصبح، فانا ورايا مذاكره وكده، فانا اضطريت وقلت لازم اعمل لكم الفيديو ده لان بجد في ناس محتاجاه. ويلا بينا. في الاول كده انا كنت معتقد ان الانجليزي عندنا 12 يونت، لازم نحفظ ال 12 يونت بكلماتهم وجرامر والسكيلز بتاعهم عشان اخش امتحان اخر السنه اقفله. ده كان اعتقادي، ولو انا كنت مثلا في يونت مش حافظ كلماتها او نسيت كلماتها هخش امتحان اخر السنه وهنقص درجات. عندنا في امتحان اخر السنه زي ما احنا عارفين قطعتين 16 سؤال ب 16 درجه. انا بدات كل اسبوع بحل قطعتين، او قول متوسط 3 قطع كل اسبوع. بدات على النظام ده من دلوقتي لحد امتحان اخر السنه. انت هتحل لك مثلا قول في الشهر 10 قطع بالاستمرار، هتلاقي نفسك حليت قطع كتير وانت مش واخد بالك. كده انت ضمنت 16 درجه من امتحان اخر السنه وانت لسه ما بذلتش اي مجهود. شفت؟ والله العظيم يا جماعه لما ضربت كده حسيت ان الضغط اتشال عليا. لا انا لسه جاي لك دلوقتي وهنظم لك السكيلز والجرامر والحاجات دي كلها، بس احنا بندردش مع بعض يعني. هتقول لي يا عبد الله دلوقتي، طب انا لو انا مثلا حليت في متوسط 3 قطع كل اسبوع وسبت امتحان اخر السنه استمريت على الموضوع ده، اي حد طبيعي يحل الكميه ديت هياخد خبره، هيجمع كلمات خارجيه، هيفهم الاسئله، هيفهم الدنيا دي كلها. بس انا لو عاوز مصدر خارجي للكلمات عشان اعرف احل مثلا سؤال القطع والاسئله الثانيه زي الترجمه والحاجات دي كلها، هعرفك دلوقتي مصدر تجيب منه كلمات خارجيه كتيره جدا وصدقني هتفرق معاك. تمام، بس انا عايز اقول لك دلوقتي احنا كده ضمننا 16 درجه من امتحان اخر السنه واحنا لسه ما بذلناش اي مجهود. تمام، نيجي للنقطه اللي بعدها. عندنا في سؤال الترجمه 4 اسئله ب 8 درجات، صح؟ سؤال الترجمه مطالب منك إيه؟ انك يكون معاك كلمات خارجيه بس. انا عارف دلوقتي مصدر الكلمات الخارجيه اللي انا هقول لك عليه، بس انت كده لحد دلوقتي انت ضامن 24 درجه من امتحان اخر السنه. بس انت كل اسبوع بتحل لك 3 قطع وبتحل مثلا سؤالين 3 4 ترجمه. بص براحتك كده. الفكره انك تجمع مصدر يعني كلمات خارجيه، وانا اعرفك المصدر كمان شويه. بس الفكره انت جمعت 24 درجه وانت لسه ما بذلتش اي مجهود. فهمت؟ شفت انت كميه التشتت اللي انت كنت حاسس بيه في الماده ديت وال 12 يونت وهكذا وهكذا؟ انت ضمنت 24 درجه وانت لسه بتقول بسم الله. والله يا جماعه النظره ديت هي اللي هتريح بالك. الامتحانات اخر السنه بتيجي سهله لكن احنا بنتوتر. شفت الطريقه ديت هتريحك والله، هتخش مرتاح جدا على اخر السنه. ده لسه جاي لك كمان شويه. نيجي دلوقتي احنا ضمننا 24 درجه واحنا لسه ما زلناش اي مجهود. نيجي للسؤال اللي بعده وهو سؤال الايسي او باراجراف. بكام درجه؟ قلت تقريبا 5 درجات. يبقى احنا عندنا كام درجه دلوقتي؟ 29 درجه واحنا لسه ما بذلناش اي مجهود. قلت له يا عبد الله انا عندي سؤال. بالنسبه لعبد الله لسؤال الايسي او باراجراف انا مش بعرف اكتب. انا معاك في الكلمه دي. في فيديو دلوقتي ظهر لميس مي شرحت ازاي تكتب الايسي في تقريبا قول تقريبا في ثلث ساعه. هتسمع الفيديو انت كده عارف ازاي تكتب الايسي. سلام عليكم. 29 درجه مطالب انك كل اسبوع هيعمل لك ريفيجن بسرعه. كل اسبوع بتحل لك متوسط 3 قطع، حل اسئله ترجمه، وكمان انت بس كده سمعت فيديو ازاي تكتب الايسي. نص الامتحان معاك يا معلم وانت لسه ما بذلتش اي مجهود. انا بدات اقول لكم كتير وبكرر الكلمات اللي انا قلتها والحاجات اللي قلتها، بس اعذروني يا جماعه. انت بتضيع وقتك في حاجات كتير يعني ما جاتش على ال10 دقائق بتوعي. تمام، كده نص الامتحان معانا يا معلم واحنا لسه ما بذلناش اي مجهود. نيجي للنقطه اللي بعدها الا وهي الجرامر والكلمات. ده عبد الله النقطه بقى اللي بتفرق معانا شويه. انا هقول لك حاجه. تعرف ان الامتحان معظمه بيجي جرامر. ده النظام بتاعكم اللي هو 2025 اللي هو الامتحان من 60 درجه. عندكم فوق ال 16 درجه او 16 تقريبا 16 درجه 20 درجه على الجرامر. تمام. طب قول لي يا عبد الله، طب انا دلوقتي عندنا يعني تقريبا قول لو انا ضمنت الجرامر يا عبد الله انا كده ضمنت فوق ال 45 درجه، صح؟ لو انا عبد الله في الفتره انا قدامي عبد الله على الامتحان كام؟ قول يا عم لو انت تسمعني يا عم في اخر شهر 4 انت قدامك شهر على الامتحان، يعني قدامي 30 يوم. وانا عبد الله لو كل يوم خدت مثلا جرامر زي مثلا الباص سيمبل وذاكرت الماست سيمبل في يوم كده في اي وقت فراغ في نص ساعه، واليوم الثاني ذاكرت مثلا المضارع مستمر، وزي اليوم الثالث ذاكرت الافعال الاصطلاحيه، واليوم الرابع ذاكرت كذا، وجيت يوم الجمعه في نهايه الاسبوع جمعت كل
الجرامر اللي انا ذاكرته في الاسبوع، والاسبوع الثاني كملت مذاكره جرامر جديد، ويوم الجمعه اذاكر كل الجرامر القديم. اقسم بالله العظيم احنا عندنا القدره ان احنا نذاكر الجرامر كله، بس احنا اغبياء. لو انت قسمت الجرامر المنهج كامل اللي هو تقريبا لا يتجاوز ال 20 جرامر على 30 يوم، انت مطالب في اليوم تذاكر ربع ساعه جرامر. يا ابني انت معاك الوقت ومعاك كل حاجه، لكن احنا مش عارفين نعمل نفسنا جدول. انا بقول لك خد لك في اليوم او خد لك في الاسبوع انك تذاكر خمس جرامر بس. كل يوم كده في البريك بتاعك اعمل وقت للجرامر، واقسم بالله انت خلال 20 يوم او 15 يوم لو انت صفر في الجرامر هتنتقل لمستوى تاني. ولو انت بتقول لي عبد الله عاوز مدرس اذاكر منه الجرامر، مس مي شرح الجرامر كله على القناه بتاعتها. ابدا هناك او اسمع فيديو كامل زي مثلا الفيديو ده، انك تجمع كل الجرامر في 5 أو 7 ساعات، اسمعه كده انت ضمنت الجرامر. اقسم بالله انت ضمنت يا زكي فوق ال 75% من الامتحان بجدول وتنظيم بسيط. شفت الموضوع سهل ازاي؟ فهمت؟ الموضوع مش عباره هات يا عم الوحده ذاكر الكلمات واحفظ الكلمات. انت في ناس ممكن يذاكروا 12 يونت بالكلمات ويحفظوها ويجي يخش الامتحان اللي ما حلش قطع واللي ما حلش جرامر أو قصدي واللي ما جمعش الكلمات والحاجات دي كلها، هيفلت منه نص الامتحان. لكن شخص لو مشي بذكائه وبدا يجمع الامتحان المنهج كده بطريقه معينه تانية، هيوصل لليفل تاني. الهدف من الفيديو ده انا هعرفك كل تفصيله ممكنه عشان تقفل الماده مهما كان مستواك. لو انت لسه تبدا الماده، الفيديو ده كافي ليك. لو انت حلو في ماده، الفيديو ده كافي ليك. بص يا جماعه، هنيجي بقى لنقطه السكيلز. دلوقتي يا عبد الله انا عاوز اقفل الماده ديت، اعمل ايه في السكيلز عشان اجمعه؟ فيديو لمستر شريف المصري ازاي تجميع للسكيلز في تقريبا 4 5 ساعات. يا ابني انت لو قسمت الفيديو ده كل يوم 10 دقائق وانت في المواصلات، انت جمعت السكيلز بتاع المنهج كامل. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ والسكيلز انا مش فاكر الدرجه بالظبط، بس تقريبا عليه من 2 ل 4 درجات، الله اعلم بالظبط، بس هو مش هيعدي ال4 درجات. تسمع الفيديو يبقى انت كده يا جماعه جمعت السكيلز كامل. انا قلت لك ان انا مش هسيب اي نقطه لما اتكلم عنها. القصه بتاعتك دي يا معلم، انا لو انا اتكلم معاك عبد الله، اقسم بالله العظيم انا اول مره افتح القصه بتاعت الانجليزي كان في اخر شهر لثالثه ثانوي. اقسم بالله العظيم ربنا يشهد عليا، اخر شهر في ثالثه ثانوي فتحت القصه. تخيل، فانا عاوزك ما تقلقش خالص من ناحيه القصه دي. انا فتحت قراتها اكني بقرا روايه خوف، بحب قراءه مسلم، بحبه جدا. لكن انا بقرا روايه، قرات القصه ودخلت سمعت ملخص لها نزل بايام ليله الامتحان، دخلت الامتحان ذات نفسه والمصحف كم مره حليت السؤال وانا يعني وانا كنت انا فاهم كل الاحداث بتاعت القصه. قرات القصه وسمعت ملخص. ده كان في اخر شهر امتحان اخر السنه، قصدي اخر شهر في ثانويه عامه. بس كده ده اللي عملته في الستوري. نيجي دلوقتي عبد الله للكلمات ومصدر الكلمات. لكن انا اقول لك حاجه دلوقتي، احنا دلوقتي كل اسبوع عبد الله بنحل متوسط 3 قطع، وبحاول اجمع كلمات خارجيه وانا اقول لك المصدر كمان شويه. ومثلا بحل اسئله ترجمه عشان اجمع كلمات برضه. وقسمت الجرامر يا عبد الله زي ما انت قلت، جرامر واحد في اليوم او زي ما انا عاوز، انا معايا وقت اللي اقسمه براحتي. تمام. والستوري سمعت مثلا عينتها لاخر السنه زي ما انت قلت. والسكيلز سمعت فيديو ده. انت كده ناقصك والاسي، انت سمعت فيديو اللي انت ما تعرفش تكتب اسي. يا ابني الماده اتجمعت، سمعت الكلام اللي انا قلته، الماده كلها على بعضها اتجمعت وانت لسه ما بذلتش مجهود بمقارنه بالمجهود اللي احنا بنبذله في المواد التانيه زي الكيمياء والفيزياء واللي بيطلع روحنا فيها. الماده ديت تقريبا باللي احنا عملناه دلوقتي، احنا قاعدين دلوقتي بنقول مثلا عبد الله قلت تلت ساعه نص ساعه في اليوم بذاكر جرامر بس، ويوم الجمعه بحل قطع. نيجي لنقطه الكلمات. فعندنا طبعا مطالب ان انا اجمع كلمات من المنهج بتاعنا وكلمات خارج المنهج بتاعنا. لكن اذا سالت شخص امتحن الامتحان ده اخر السنه، 90% من امتحان اخر السنه بيجي على كلمات خارجيه خارج على المنهج كله. عشان كده تلاحظ الشخص اللي بيمسك ال 12 يونت يفرمهم يخش الامتحان يلاقي نفسه جايب درجه يعني بنقص كتير جدا. وهنا بقى النقطه عايز اتكلم عنها. ركز معايا عشان جايب لك دلوقتي موقع ممتاز جدا. انا يا جماعه مشكلتي ان انا كنت دايما نفسي حد يقول لي في كلمات خارجيه اهيت عايزك تذاكرها. انا كان نفسي كده حاجه تجي لي كل يوم، يلا دي الكلمات الجديده بتاعت المنهج النهارده عايزك تذاكرها. انا كنت عاوز النقطه دي، وكنت ببحث كتير على جوجل بلاي او على ويب سايت وما كنتش بلاقي كده خالص عندنا. انما السنه دي بالذات نزل ويب سايت واتعمل احلى ويب سايت للكلمات. الموقع ده انت ممكن تكون سمعته من حد تاني غيري، لان الموقع ده لسه بادئ والناس كلها بتتكلم عنه. هو موقع مربوطه. الموقع ده انا خليت اختي اللي هي في ثانيه ثانوي تستخدمه، وقلت لها في ثالثه ثانوي الموقع ده حياه او موت لازم يكون معاك. وكمان كل قرايبي اللي في ثالثه ثانوي حاليا خليتهم برضو يستخدموه. بجد يا جماعه والله العظيم تحفه. الموقع ده انت ممكن تكون سمعته من حد غيري، لكن هو اسمه مربوطه. الموقع ده من اسمه بيعتمد على طريقه الربط، اللي هو بيربط لك الكلمه بصوره او فيديو وهو بيجيبها لك. في الطريقه ديت لو انت سمعتها عمرك ابدا ما تنسى الكلمه تاني. تمام. مثلا ممكن اعرض لك كذا حاجه كده الموقع هو يجيبها لك يعني، فانت عمرك ما تنساها بالطريقه ديت. كلمة دونت معناها يتبرع بدم الحد، ومفتاح كلمة دونت هو دونت اللي هو حلوى الدونت. نربطها بقى، بص هتلاقي دونت بيتبرع بدم الحد. كلمة اوبريت معناها يعمل عملية، ومفتاح كلمة اوبريت هو الاوبريت اللي هي الاوبرا بتاعت الاغاني. نربطها بقى،
بص هتلاقي دكاترة بيعملوا عملية لمريض في الأوبرا. فانك تنسى الكلمه ده مستحيل. وكمان بيجيب لك PDF بالكلمات اللي انت خدتها. يعني انت مثلا خلصت، مثلا شفت الفيديو او الصوره اللي هي بتربط الكلمه بحاجه معينه، هينزل لك PDF تذاكره مثلا في المواصلات، او انت قاعد مثلا في البيت تقدر تحفظ PDF ده. يعني كل حاجه متوفره في الموقع ده. واحلى ميزه موجوده في الموقع ده واللي خلته اصلا موقع خرافي ان هو منقسم لنصفين. النص الاول كلمات للمنهج، والنص الثاني كلمات خارج المنهج. يعني كل كلمات المنهج كلها الترم الاول والترم الثاني موجوده في الموقع ده بالPDF، بالفيديو او الصوره اللي رابطه الكلمه بحاجه انت ما تنساهاش. وكلمات خارج المنهج اللي هو تقريبا لو انت جمعت الكلمات ديت انت ضمنت الامتحان. موجود فيه فوق ال 5000 كلمه. يعني انت لو ضمنت الكلمات ديت انت تخش امتحان اخر السنه تعرف تحل السكيلز، تعرف تحل القطعه، هتعرف تحل كمان انك تكتب اسي معاك حصيله كلمات. بمعنى الكلمات هي تقريبا مفتاح الامتحان الجاي اخر السنه. فاوعى ابدا تفوت انك بجد تاخد كلمات خارج المنهج ديت. واختي يا جماعه مشتركه بصراحه، يعني انا بيني وبينكم مشتركه في كلمات خارج المنهج. الحصيله اللغويه مهمه جدا جدا جدا. عاوزك تشترك فيه ضروري والله العظيم. واقسم بالله انا بقول لك الموضوع ده عن اقتناع بنسبه 100%. انا عايزك تجيب لي لحظه بس، انا رشحت لك حاجه خلال السنه اللي فاتت دي كلها، عمري ما رشحت حاجه لكن جيت على حاجه زي ديت لازم اقول لك عليها. الموقع ده تحفه بجد. عندهم قناه تليجرام بينزلك على قناه التليجرام كلمات اول باول وقطع خارجيه. يعني انت تخيل كده، انت قاعد مثلا تخش على جروب التليجرام هتلاقي منزل قطعه بالاسئله عليها. بمعنى صح هتلاقي كل شويه هم بيحطوا لك اسئله، هم بيحطوا لك كلمات جديده في جروب التليجرام، وبيحطوا لك قطع جديده دي في جروب التليجرام بتاعهم. وعندهم قناه يوتيوب كمان. كل الحاجات دي هحطها لك في الديسكربشن. وكمان الموقع بتاعهم اللي انت ممكن تشترك عليه في كلمات المنهج او كلمات خارج المنهج. خلي بالك كمان انك ممكن تخلص كلمات ترم كامل خلال اسبوع. بجد يا جماعه الموضوع والله يفيدك. عاوزك بجد تجربه. هو طول عبد الله كان عنده حق في النقطه دي. وكمان مقسم لك الكلمات ديت كلها لست مستويات. مستوى ضعيف، فوق الاقل، متوسط، متوسط ومتوسط وانت طالع كده. عشان مثلا ممكن يكون في شخص ما يعرفش كلمات خالص، في شخص يعرف كلمات نص نص، في شخص يكون عارف كلمات بس عاوز يعلم مستوى اكتر. انت تخش مثلا هناك لقيت نفسك عايز تشوف المتوسط، لقيت مثلا الكلمات اللي في المستوى المتوسط مثلا مناسباك تمام. لقيت الكلمات مثلا صعبه قوي، قول له يا سماحه انا عايز اخش في المستوى اللي قبله لان الكلمات دي صعبه، هيقول لك في المستوى الثاني من غير اي مشكله. او لقيت الكلمات سهله هيقول لك المستوى الثاني. تعرف احلى حاجه في المستويات والنظام ده ايه؟ مثلا كلمات خارج المنهج انا هشترك مثلا برضه هشتغل في الموضوع ده. كل شويه هاخد الكلمه احفظها ويديني PDF احفظ الكلمه. في مستويات اعلم المستوى كل شويه. بمعنى صح في تحدي اللي هو انا ان شاء الله لازم الاسبوع الجاي احاول اخش على المستوى اللي بعده. فاهمني؟ دي احلى حاجه بتديك تحدي انك تخلص كلمات، هيكون في متعه. هتقول لي عبد الله كان عنده حق والله. بالنسبه لكتب المراجعه انا عايزك تجيب الكتاب ده لان جه منه فوق الخمس اسئله في امتحان اخر السنه في الانجليزي، لازم تجيبه بالذات. وكان كتاب المعاصر بوكلت، اللي هو الكتاب اللي بيكون فيه كذا امتحان شامل كده لكتاب المعاصر يعني. او معنى صح روح لبتاع المكتبه وقول له انا عاوز كتاب المعاصر اللي بيكون فيه امتحانات شامله. قول له بس كده، مش المعاصر بتاع المراجعه، لا المعاصر بتاع البوكلت الشامل. لان يا جماعه الكتاب ده والله العظيم جايب منه فوق الخمس اسئله بالنص من امتحان اخر السنه، فلازم تجيبه بالذات ده. تمام؟ عذرا جدا. انا عارف دلوقتي في ناس يقول لي يا عم انت بقالك ربع ساعه عمال تتكلم. معلش يا جماعه والله يعني ده انا مثلا بقالي فتره تقريبا بقالي اسبوعين ما نزلتش فيديوهات. لما انزل فيديو زي ده بقى استحملوني شويه. انا عارف اللي هيتقل عليكم. يلا سلام. ورا مذاكره. كلنا ورا مذاكره. See you later.